الاسماء اللي تقدر تيجي عندك مصر، مفيش اي مشكله. ده راجل مدير فني درب في الدنمارك، راجل مدير فني درب في بلجيكا، راجل مدير فني درب في المانيا. هو درب 5 انديه بس، يعني هو جيل سورب مدرب سنه مش كبير وما دربش كتير نوعا ما، هو درب له 5 انديه بس. جيل سورب مواليد 1970، بدأ مسيرته الكروية مع نادي اودانسي الدنماركي، وعاش لحظات استثنائية بعد فوزه بلقب الدوري كلاعب 1989 إلى جانب التتويج مرتين بكأس الدنمارك. بعدها خاض محطات احترافية في ألمانيا والنمسا قبل أن يعود لتمثيل فريق إسبيرج حتى عام 2005. طب هو إيه علاقة إسبيرج؟ ما هو هيبدأ معاه. ثم أنهى مشواره مع هامكام النرويجي معلنا اعتزاله عام 2006، ولم ينتظر الكثير بعد الاعتزال دخل عالم التدريب مباشرة. كان البداية مع نادي إسبيرج الذي قاده للصعود للدوري الممتاز، كما فاز معه بكأس الدنمارك موسم 2012-2013. بص، هو بدأ مع نادي إسبيرج كمدرب مساعد، وبعد كده اشتغل كمدير فني، قدر ان هو يصعدهم للدرجة الأولى في الدنمارك، وكمان يفوز معاهم بكأس الدنمارك. بعد كده تولى منتخب الدنمارك للشباب تحت 21 سنه، قادوا لنص نهائي يورو 2015 قبل ان ينتقل لتجربه مع ميتلاند بقى. يعني بعد ما لعلع كده مع المنتخب الدنماركي للشباب، رايح ميتلاند الدنماركي. ميتلاند ده حاجه زي الاهلي كده عندنا بيه. توج معاه بالدوري موسم 2018 و2017، موسم 2017 2018، وترك بصمه اوروبيه كبيره بعد الفوز على